السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم نحضروا وصفة المخبز، الوصفة الغنية عن التعريف اللي نحضروها بزاف في المناسبات والأعياد وجميع الأفراح. وهذا الوصفة الأصلية التقليدية تتخدم باللوز. هنا عندي كمية تاع اللوز، عندي السكر والبيض وعندي لو سيترون القارص. هنا شديت اللوز، ملطو شفتو مليح، ومن بعد طحنتو عبرتو 3 كيلات جايين غاع ذوك الكيلات، وشديت درت نص كيلة نتاع السكر. نزيد هذاك لو زست نتاع لو سيترون اللي ربيتو. هنايا زدت شويه تاع الزست تاع الليمون، وهذا خطر هذا الوصفه تحب بزاف لو زست. بديت هنايا نبدا ندير زوج صفار البيض هما الاولين، وانتم على حسب الكميه انتم عندكم. درك ندير حبه كومبلي، وانتم ولادكم كميه قليله ما لازمش ديروا هكذا، لازم تبداو بالصفر وما تشدوا حبه بيض تضربوها، ومن بعد تبداو توزيو بشويه هكذا باش ما تغلبكمش وما تجريلكمش. هذه الوصفه الاصليه تندار باللوز. بصح اللي يحب يخدمها بالكاوكاو عندها طريقه واحده اخرى ما تفيقولهاش كامل باللي مخدومه بالكاوكاو. نشد نحجنو مليح هكذا باش هذاك السكر يذوب كامل. هي في الحقيقة هي هو الأصل المخبز اللي نعرفه تاع زمان. كيلة فيه هي 2 كيلات تاع اللوز وكيلة تاع البسكوت. على جال هذا البسكوت سميوها المخبز باسكو مخدومة بالخبز. درتها فيها ساك دو كونجيلاسيون، درتها في فريجيدير، خليتها تريح واحد 3 سوايع. هنا عندي بات داموند، هذه عجينة اللوز كانت عندي. هذه في الحقيقة مشرية ماشي مخدومة في الدار. وانتم تحبوا ديروا بعجينة السكر ولا تشريوا هذوك لي فلور ولا ديكور، يعني انتم واش تحبوا. التزيين هو اختياري، ولا تخليوها كيما راهي كيما زمان. دوك احنا رانا نديروها عصريه نزينوها، بصح بكري كان ما فيها والو، نديروا لها غير طليه هذا ما كان، ولا نديروا لها عقاشه في الوسط. المهم شديت خدمت كامل هذوك الورود، درت هذيك لاباط دامون، درت كويرات صغار درتهم في الوسط، ودرتهم بهذا الاخر تاع التزيين. شديت هذيك العجينه كما كنت تشوفوا قسمتها على زوج. ندير شويه تاع لا مايزينا فوق البلون دو طرافاي، نشد ندير ان بودا ومن بعد نبلاطيها كيما راكم تشوفوا هكذا باش نقدمها على شكل، نقسمها على شكل مثلثات دي تريونغل. هذه هي كيش كانوا يقطعوها على الطريقه الاصليه. بصح نتوما ولا تحبوا تقطعوها على اي شكل قطعوه. دوك كاين بزاف انواع تاع ليمول. في السنيوه ندير بابي كويسون، ولا نديرو الفرينه ونديروهم يطيبوا بين 8 و10 دقائق، ولازم تعسوهم باش ما ينحرقوا لكمش من التحت وما يبسولكمش بزاف. هو البيض برك بالخفي نشف. دركا نوجدو الكلاصاج في هكذا ريسيبيون. درت نص كيلة تاع المزهر، نص كيلة تاع جو دو سيترون عصير القارص، نص كيلة نتاع الزيت، ونزدت لهم لو بلون دو حبة تاع بياض البيض، ونبدا نزيد في لو سكر غلاس. وانتم لو سكر غلاس تاعكم ولكن ماشي نوعيه جيده لازم تصفيوه. انا هذا يعني نوعيه جيده بلا ما نصفيه. اون بليس الكولورون يجي هو ديجا فيه الكولورون بلا ما نديروا له الكولورون ابيض بيان سور. فوالا ندير حتى وين تولي كي نرفدوها هكذا ما تهبطش، حتى وين نجيب القوام تاعها. هنا درت 2 قطرات تاع قرصت لهم الكولورون بلو ودرتو. كما راكم تشوفوا حبيت نديرها شويه مغبغي، ما حبيتش نديرها لون واحد. بصح تقدروا ديروها
تخلطوها ديروها لون واحد. هنايا زدت ديت شويه تاع من هذاك الكلاصاج ودرت له الكولور، خلطته مليح وزدته خاطر ماشي كل مره نزيد له شويه تاع لو جو. ومن بعد هذاك السكر يزيد يولي لي ليكيد، من بعد لازم نشوي بليجي باش نزيد له السكر. فوالا حتى وين طليت كامل حبات نتاع مخبز، دوكا نجيب ديريكتومون نحط هذوك لي فلور من الفوق. فوالا من بعد ما كملتهم دوكا نخليه ينشف، هو بالخف ينشف ما يطولش. من بعد ما نشف جبت موس نحيت له كامل هذيك الزياده نتاع لو سكر كلاص اللي تجي من تحت ودرته في الكيسات. دوكا نقسم معكم حبه تشوفوا كيفاش جا من الداخل، جا معسل. ونتلاقاو في وصفات واحدة اخرين ان شاء الله، في امان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.